تحيا، هي العبق، هي النفس، هي الكينونة. عارف لما تبقى نايم بالليل مستريح على مخدتك، وإن شاء الله يا رب يجوا ياخدوك السجن، ده سجن مصري يعني لما تمشي في الشارع، أصل أنت ما جربتش، أنت لما تمشي في الشارع في لندن ولا في بلد عرب وتلاقي خليط من الناس من كافة الجنسيات، وتتمنى أن يكون هؤلاء الناس ما بين البيت والغيط مصريون، يا سلام. وبعدين المصري الوحش حتى مقدور عليه، أنت تعرف ديته إيه، وإحنا حلوين قوي قوي. فلما بيحصل حاجة بس عايزين بس نخش شوية هنصنف، عايز شوية صنفرة. أيوة. يحصل إزاي ده؟ يعني الأوروشيتا دي سؤال صعب جدا. والله أنا رأيي المتواضع جدا أن نعيد بناء الإنسان المصري من التعليم. إذا بدأنا التعليم كل شيء. طب هو مدرس ابتدائي يعني يا دكتور اللي هو أهم مدرس المفترض في العملية التعليمية، يعني عارف أنت الشخصية الكاريكاتورية للمدرس الابتدائي عندنا في بلدنا شكلها إيه؟ هو مش مدرس، هو موظف. موظف إدارة التربية والتعليم. هذه التصريحات الفكاهية التي يصدرها المسؤولون عن التربية والتعليم في مصر هي فكاهية. يعني لا يعوزنا المال. على فكرة احنا أغنياء جدا 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 جدا. حتى في البنكنوت مصر من أغنى دول المنطقة، أغلى من دول الخليج. مصر في الموارد الطبيعية والطبيعية والمائية. لا، رأس المال البشري، خليني أقف عند، وأنت دائما تقف عند هذا المصطلح. رأس المال البشري المصري تحديدا، البني آدم المصري. تقعد معاه، تقعد قدامه وهو حلو. حتى المدمن يجي لك المدمن وهو بتنيل ب1000 نيلة ومضروب 60 جزمة، ويجي برضه يقول لك أنا عايزك في حاجة بس مش قادر. المادة اللي أنا بدمن عليها أقوى مني، إنما هو إيه، عنده الصرامة وعنده القسوة وعنده العند. المصري عنيد وصبور وحنين وحبوب ومبدع حتى في حاجات سيئة زي. لذلك لما بتلاقي في فساد تلاقي فيه طرق إبداعية في الفساد. في الإدمان في طرق إبداعية في الإدمان. ولذلك تلاقي أشكال المصطلح في أمراض واضطرابات نفسية مصرية مش موجودة بره خالص، خاصة بالمصريين، لأن هم ليهم طرقهم وليهم تحيلهم وليهم إبداعهم. يعني دكتور طبعا التعليم واخد جزء كبير قوي، قاسم مشترك دكتور ما بين الحل أو المشكلة. يعني هو قاسم مشترك، يا إما يكون التعليم هو السبب الرئيسي في مشكلة، هو السبب الرئيسي في الحل. أيوة. المدرس ده يعني أنا مهموم بالمدرس. أيوة. ما هو أنا في وسط، ده حقيقي، في وسط أنا ما قلت لك لما قعدت مع 60 مدرس في اسكندرية مع مؤسسة الجزويت جمعية أصدقاء الحي، لقيت ناس عطشانة للمعرفة، محتاجة حد يطبطب عليها. يعني خلينا دكتور، المدرس إذا طبطبت عليها تاخد منه كتير. في مسيرة هذا البرنامج حينما قابلت كثير من نجومنا الكبار، حينما أعرف أن أحد هؤلاء النجوم كان قد تتلمذ على يد خالد محمد خالد في لحظة من اللحظات، تتلمذ على يد محمود مرسي في لحظة من اللحظات. أعتقد الموضوع كان فرق كبير جدا ما بين أن يكون المدرس مثقف واعي صاحب ملكة وهواية، صاحب رؤية. لقد انعدمت لدينا الرؤية، ما بقاش عندنا رؤية لأي شيء. بيأكل وبيشرب وبينام. يعني المدرس أصبح موظفا مثله مثل الناظر، مثله مثل وكيل الوزارة، وكل بيأكل لقمة عيش وبينام. في مسألة خاصة بالمدرسين وبالمواطنين المصريين عموما، هي مسألة الإلهاء. لو حضرتك خدت بالك أنا قلت إيه لما اتكلمنا عن الشارع؟ قلنا إن الشارع بقى مليء بسواقين الميكروباص، ودي مش حاجة خاصة إن هم بالذات كفئة وحشين، هو ثقافة سلوكهم. يعني هذا السلوك سادة. سلوك الخائف المجرم اللي بيلم فلوس كتيرة وبيركب ناس كتيرة وبعدين يقع في الترعة، أو بيحاول يجري من طرق خلفية عشان يهرب. بالظبط. وبعدين في آخر الليل بتلاقي الميكروباص ده بتاع ضابط. ما هو هنا بقى هذه التشكيلة، ثقافة، يعني هذه التشكيلة من ثقافة لاعبي الثلاث ورقات والأراداتية، اللي هم النماذج غير المضحكة الغبية في المجتمع. دي لما المجتمع
في لحظات ضعفه زي دلوقتي يفرز أقوى ما فيه، بتيجي لحظة الغسل ده كله بيتشال. كالفينو بيقول إن لا أحد يستطيع أو أن يزعم أنه يكتب عن العالم، نعم، ولكن كل واحد فينا يكتب عن عالمه الخاص أو عالمه هو. قرأت الكتاب ولا إيه؟ نعم. أيوة. يعني هو الكتاب محرض على أن تعرف كل ما فيه. أيوة. يعني ما هو العالم الذي استطعت أن تختصره هنا في وجع المصريين؟ هو عالم الإنسان المصري في الشارع وفي البيت، الأسرة، الزواج، الطلاق، المراهقين. نسب الطلاق علت قوي عندنا جدا، علت قوي جدا دكتور عندنا جدا جدا، وسببها التسرع في الزواج، وسببها التسرع في الطلاق، وسببها ان احنا ما بناخدش بالنا من الدين الحنيف. يعني حتى اخواننا المسيحيين لما ياخدوا بالهم من انه حكموا من اهلها وحكموا من اهلها، هم طبعا ما عندهمش طلاق، لكن لما بتحصل مشكله، وده انا كاتب عن طلاق الاخبار، بتبقى اسوأ من مساله الطلاق. وساعات الطلاق بيبقى أبغض الحلال فعلا، آخر الدواء الكي. نعم، كما نقول. لكن مرة تانية الطلاق بيحصل لأن واحد يبقى قاعد على البلاش في المارينا، اللي هي بقت بيئة دلوقتي، لأنه ولاد الزوات أو ولاد الكلب بقوا يروحوا إبيزا يعني ويقول لبابي أنا عايز أتجوز دي، في خلال 6 شهور يكون اتجوزها، بعد 6 شهور يكون مطلقها. ما هي دي من المصائب. تيجي بقى، أنا لقيت في الدراسات اللي أنا عملتها أو خدت منها إنه نسب الطلاق بين الأميين أكثر بكثير للجهل، الجهل بالإنسان، الجهل بالقراءة، الجهل بالكتابة، تدخل الأهل من أهم العوامل، الاضطراب الجنسي لدى الرجل أو المرأة من أهم العوامل، الضغوط الحياتية، عدم وجود مفهوم للأسرة. الأسرة هي من تأثر أعضاءها إليها، كلمة الأسرة هي من آثر، لم نعد نأثر بعضنا إلينا، كل واحد في حاله، بيجي الراجل ياكل. لذلك قيمة استمتاعنا بالحياة، يعني زي ما يقول الدكتور أحمد عكاشة equality of life، أو يعني معنى هذا المفهوم equality of life مش موجود في حياتنا دلوقتي. لا، مفهوم الويكند مش موجود، مفهوم نهاية الأسبوع ما عندناش. لا، حتى وانت بتشرب كوباية الشاي بتبلعها. فهنا يجب علينا التأني، لأن مش هننتظر بقى السحر أو الماجيك اللي هيصنفر بيه. لازم نتأنى، لازم نتأمل، لازم نبص لقدام شوية، لازم نبص من جوه البيت. يعني لو البيت المصري، سيبك بقى من المدرس، ابتدى يلم نفسه، ابتدى ان الواد يقلل مروحه للنادي، والبنت تقلل الشات. على فكرة الشات والاس ام اس والحاجات دي خطر كبير يهدد البيت المصري، واصبح خطر كبير يهدد الاقتصاد المصري، اقتصاد الأسرة المصرية النهاردة. دكتور خالد فاضل، أستاذ الطب النفسي، يمكن الأسئلة كثيرة والمشوار أطول من أن أستطيع أن أقف عند بعض محطاته في هذه الحلقة، ولكن على وعد بلقاء إن شاء الله مرة أخرى. دكتور خليل، سعدت بك على مدار هذه الحلقة وفي تشريح النفس البشرية، تشريح الشارع المصري. بشكر حضرتك، ونتقابل إن شاء الله في حلقات أخرى وتشخيص وعلاج لوجع المصريين. بشكر حضرتك. أشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، شكرا على متابعتكم، ونلتقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، ولكن مع نجم جديد وضيف جديد. إلى اللقاء.